السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سنقول عن تنزيل سوني فيغاس 12 عربي زائد تفعيل كراك. سأذهب لكم إلى رابط التحميل، سأضع أسفل الفيديو في الديسكريبشن، تكون الرابط أسفل الفيديو الديسكريبشن أو الوصف. إن شاء الله بتطلع لك صفحة زي هيك، تضغط فقط على هذه داونلود، تضغط عليها، بقعد ينزل. بعد ما ينزل يطلع لك الملف هذا المضغوط، أنا طبعا نزلته من قبل. هذا الملف المضغوط، تضغط على كليك يمين اكسنت فايل، يطلع لك هاي، بتكبس المكان اللي بدك تنزله فيها، او تكبس هاي اللي هي تنزيل. هون بيطلع لك هاي، عشان كمان اكون صادق معكم راح امسحها. تكبس هون هاي، بحمل، بيطلع لك هيك. تخلص تحميل، هاي خلص تحميل. بعد ما يطلع هاي البرنامج، الصفحة هاي تضغط عليها ضغطتين ان شاء الله. تضغط على يس. بعد ما تضغط يس، طبعا يوجد تعريب، لكن الآن تختار انجليش او اي لغة تريدها. تضغط نكست. طبعا هذا بت 64. ان شاء الله الفيديو الجاي ننزل لكم بت 34 نكست. تكون هي هنا، اضغط على هاي الثانية ان شاء الله، نيكست لفوق، نيكست انست. الان هو يحمل. بعد التحميل ان شاء الله فينيش. بعد ذلك يكون قد نزل. الآن هذا هو البرنامج. تضغط عليه ضغطتين، نضغط نيكست، يس، راح يطلع لك هاي، اعمل اغلاق، يس. هسه بتروح هون على تفوت على الرابط اسفل الفيديو اسمه تفعيل برنامج سوني فيغاس 12، فيك بس تنزيل داونلود. بيطلع لك هذا اللي هو الملف المضغوط، هذا هو. نضغط عليه انتهر، يظهر لك نفس هذه الصفحة، نفس هذه، لكن هذا نضعها هنا. تضغط عليه ضغطتين، يس، تطلع هذه الصفحة. الآن اضغط على هذا مرتين،
نصبر شوي لو سمحتم. هذا الانجليزي وهذا يطول التحميل لانه اول مرة تنزيل، وان شاء الله ملف التعريب كمان راح ننزله حديثا. يعني بعد ما يشتغل البرنامج تعلكم هيك هاي تضغط اكس، مش مهم، هاي صفحة البرنامج. الآن نطفي إغلاق ونذهب إلى الإنترنت. أسفل الصفحة سيضغط لك رابط التحميل. طبعا نفوت على الرابط اللي راح أحط لكم إياه أسفل الفيديو. راح يدخل لك هاي الصفحة على طول، تضغط أنت على تحميل هاي الخضراء. لن ننتظر حتى التنزيل، قرب يخلص ان شاء الله. وخلص ملف تعريب سوني فيغاس اسمه. نذهب على الداونلود، هذا هو اسمه ملف تعريب سوني فيغاس. تضغط عليه next here، تضغط عليه ضغطة، والآن ينزل لك هذا فيديو برو ار، تضغط عليه ضغطتين يس نو. هذول طبعا احنا بدناش اياه هذا، بس نحطه هون هيك على الاحتياط. نضغط على ضغطتين ان شاء الله يس. next 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 up. ونزل هذا العربي، يصير عندك نسختين انجليزية ولا عربية. نضغط على العربية ان شاء الله. هذا هو عربي، ايوه زي ما انتم شايفين عربي. الآن كما ترون عربي، مجلد الميديا مثلا عشان تشوفون صوت، فيديو، لقطات، علامات، صناديق ذكية. زي ما انتم شايفين عربي، كل شي فيه عربي زي ما بدك عربي. ان شاء الله الروابط كلها سأضع اسفل الفيديو ان شاء الله. ان شاء الله سيتم تنزيل شرح لهذا البرنامج بعد هذا الفيديو ان شاء الله. هكذا انتهينا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.